السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة كده زي ما انتوا شايفين معايا تتبيلة الكبدة بالردة، بصل، توم، فلفل. هنضربهم في الخلاط بقى مع ايه؟ مع كمون فلفل اسمر، كزبرة ناشفة زي ما انتوا شايفين كده معايا، حبة صغيرين عشان ما نمررش، وسماق. السماق ده بقى يا جماعة ما شاء الله هو اللي اداني الطعم اللي انا مستنياه، زيها زي الجاهزة بالظبط. هضربهم في الخلاط بقى مع الملح، والملح يعني ايه ما تحدقيش قوي، لاني ايه ما بتقعد في التتبيله شويه الملح يعني بياخد حقه قوي. وهنا كده دي الكبده بتاعتنا، هقطعها نصين بالسكينه لانها كانت ما شاء الله حتت كبيره قوي. وبرضه وانا بتبلها في فيجيتار هلاقي بصراحه انا غسلت الكبده بالخل والليمون. انا ضد الموضوع، ضد غسيل الكبده ده، لا انا بغسلها بصراحه. وهنا كده احطها في التتبيله ساعتين 3 لحد مواعيد الفطار بتاعتنا، واحمرها في الزيت على طول. بالفيجيتار كانت تحفه بصراحه، ما عملتهاش بالرده، كانت جميله. وهنا بصوا ده فيجيتار وانا ببطط فيه كده الكبده من الوش ده ومن الوش ده. بص الاقي حته هنا كبيره فاقطعها بالسكينه عادي. ولو وصلتي معايا لحد هنا من الفيديو ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب للقناة مطبخ السعادة. ويا رب تكونوا دايما في سعادة، ومن سعادة لسعادة لسعادة اكبر على قلوبكم زي ما انتوا شايفين كده معايا. عايزة اقول لكم ان ما شاء الله اللهم بارك كانت جميلة جدا وكانت طعمها تحفة. وهنا كده بعد ما اتحمرت معايا بصوا كانت شكلها تحفة جدا جدا جدا، وبصراحة كانت طعمها جميل برضو. بصوا هنا كان بعد الفطار بقى، بصراحة كنا فطرنا وبعد كده صورت اللقطة دي. فانتظروني في فيديو جديد، اقول لكم باي باي باي.